في رفحة، وحضر برغش التمياط، الشيخ برغش التمياط ومجموعة من الوجهاء، وحضر منيف الشمري، وحضر أيضا أهل هذا اللي يدعون أنهم أهله حضروا. رمثان المري جابوا اسطول من التراب وفرشوها في الديوان، وطلبوا من البنات اللي هن خوات هذا إدريس، خواته، إنهم يمشون على الرمل، ورمثان المري ناظر. ولما مشوا البنات وطلعوا، بنات منقبات طبعا، يقول لما مشوا وطلعوا طلب مني، يقول إدريس طلب مني رمثان، قال قوم امش وراهم. يقول فقمت ومشيت على الرمل، والناس متلهفين للنتيجة. قالوا ايش تقول يا رمثان؟ قال الولد هذا أخو البنات الثلاث اللي مروا، يعني الولد ولدكم. يقول وإذا الأصوات تصاعدت، ولدنا ولدنا، واللي يحبني منا واللي يحضني منا واللي. يقولوا أنا مستنكر، أنا عراقي، والجماعة ذولا يدعون إني ولدهم. يقول الجماعة راحوا نصبوا خيام وحطوا أحواش غنم، وبدأت الهدايا تجيهم من كل جهة، وصارت العزايم، قامت العزايم غدا وعشاء غدا وعشاء على شرف هذا الولد المفقود اللي لقوه. يقولوا جلسوني مع الحريم، والحريم يسلمن علي، واللي تحضني واللي تشمني واللي كذا، اللي هم عماته وخالاته ووالدته وكذا. يقول جلست أسبوعين وأنا مستنكر الموضوع.